بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة على موضوعين ثلاثة كده يخصوا بالكرة المصرية والأحداث الجارية اليومين دول. أول هام هنتكلم على خروج الأهلي من كأس العالم للأندية واحتلاله وتزايله المجموعة رابع المجموعة برصيد نقطتين. طبعا الأهلي أدى أداء كويس في الماتش الأولاني، والماتش التاني طبعا كان خارج الفورمة تماما، والماتش التالت عملوا ماتش كويس وقدروا ان هم يجيبوا 4 اجوان في بورتو وتعادلوا معاهم. طبعا الاعلام المصري يعني انا بعتبره هو سبب من اسباب اللي حصل، يعني اللي خلت النادي الاهلي ما يبقاش في افضل صوره، ان هم قعدوا قبل البطولة يقرروا كلام مش طبيعي، ويتكلموا يقول لك الاهلي هياخد كاس العالم. الاخ مهيب عبد الهادي قصدي، والاهلي هياخد كاس العالم وليه ما ياخدش كاس العالم، وانا حاسس انه ياخد كاس العالم. فطبعا ده كله اثر على الاداء واثر على النتائج، واللعيبه راحت ان هي حاسه ان هي ممكن تعمل حاجه. وطبعا الوضع طبعا ما كان صعب جدا، لان في فروق فنيه وامكانيات ماديه وبدنيه وتكتيكيه وكل حاجه. طبعا شفنا بقى تعليق الاعلام المصري على خروج الاهلي. طبعا وموضوع الاداء المشرف والمتعه والجمال واحسن رابع واحسن اداء والكلام ده كله. احنا لازم نحط ايدينا على نقط الضعف اللي عندنا. هنقعد بقى نطبل وندلل والكلام ده كله، ده مش هيجيب نتيجه. بالعكس، انا لازم اشوف السلبيات واعالجها، واشوف الايجابيات واركز عليها. انما بتقعد ان انت تطلع كاعلام ان انت تنافق وتهلل والكلام ده كله، ما الكلام ده للاسف هيجي بنتائج عكسيه. وطبعا شفنا بقى بعض الاعلاميين، الاخ ابو شعر ابيض دوت، اللي كل ما الاهلي يتعادل او يتغلب يلقح بالكلام على الزمالك. انت مالك من الزمالك اصلا؟ انت بتلعب في كاس العالم للانديه وانت عمال تلقح وتقول انتوا قاعدين وبتتفرجوا وعمركم ما وصلتوا، وانتوا بتلعبوا بورتو السخنه والكلام ده كله. خليك في فرقتك والمستوى الفني بتاعها والمستوى البدني، وحلل ادائها. انت صرفت مليار جنيه على شراء لعيبه كيد نسا طبعا زي ما احنا عارفين. انت في مراكز عندك كان فيها نقص وانت ما اشتريتش فيها لعيبه. انت بقيت تاخد اللعيبه اللي هي اصلا كانت خدت زيزو من الزمالك، ورحت خدت بن شرقي، وخدت قبل كده امام عاشور واي لعيب الزمالك يحط عينه عليه انت بتروح تاخده وتقعده جنبك، زي عمر الساعي واحمد رضا اللي انت هتعيره دلوقتي. وطبعا فلوسه كتير طبعا، يعني انت عارفين طبعا مين اللي بيصرف جوه وبره. فطبعا مال سايب بقى، ولا حد بيحاسب ولا الكلام ده كله. ناهيك بقى عن كولر المدرب اللي بياخد الراتب بتاعه وهو قاعد في بيتهم، برضه لا حد بيحاسب ولا يتكلم. وطبعا موضوع زيزو والعقد ابو 5 مليون و10 مليون واخد فوق 100 مليون، ده عشان يبقى فيه تهرب من الضرايب والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. ولا حد بيحاسب ولا حد بيتكلم، والناس مبسوطة والناس فرحانة، والشارع المصري بخير وبيضحك وبيهزر والكلام ده كله. كده عمره ما هيكون في رياضة في مصر، ولا هيبقى في تقدم، طول ما فيش عدالة ولا في محاسبة، والأمور بتكيل بمكيالين دايما. كل واحد حسب قوته بتنفذ له قراراته، زي موضوع الانسحاب دوت اللي قسموا الثلاث نقاط وبعد كده رجعوهم تاني، والاهلي خد الدوري وهلم جرى. الكلام ده احنا عارفينه من سنين يعني. والاخ كريم رمزي اللي بيطلع يقول لك ايه كمية الشماتة دي؟ طب ما انت ده طبيعي ان جماهير الاهلي بتشمت في جماهير الزمالك، وجماهير الزمالك بتشمت في جماهير الاهلي. ده طبيعي يعني. ما قلتش ليه قبل كده لما كان الزمالك خرج من بطولة افريقيا وكان في كمية شماتة؟ ما اتكلمتش ليه؟ انتوا ليه بتثيروا الفتنة؟ ما ده طبيعي، والناس بتهزر وتضحك مع بعضيها ومفيش تعصب، يعني واخدين الامور ببساطة. انتوا ليه بتثيروا الفتنة وايه بتركزوا على حاجات يعني ملهاش معنى يعني؟ فللأسف يعني الجو العام مش تمام. وبعدين عندي اقتراح لمجلس إدارة الزمالك. مادام الأهلي مركز على لعيبة الزمالك اللي بيسيبها وهو عينه على حسام عبد المجيد ومحمد السيد،
فانا يا ريت الزمالك يخش في صفقه تبادليه مع النادي الاهلي، يديهم محمد سيد وحسام عبد المجيد، ويجيب منهم حسين الشحات وقفشه واحمد عبد القادر واحمد رضا، تبقى صفقه كويسه. او يعمل صفقه مع بيراميدز، يجيب يديهم برضه حسام، ولو عايزين محمد السيد، ويجيبوا محمود صابر وزلاكا وصديق جولا. وصديق جولا هو معار اصلا من سيراميكا طبعا، وسيراميكا عمرها ما هتبيع لك لعيب يعني، لان الاخ محمد ابو العليم بيقول لك انا عيوني للاهلي، ادي له اي لعيب زي بيكهام الزمالك طلبه وراح اداه للاهلي. ما هو المشكله دلوقتي ان في اربع خمس انديه يعتبروا تابعين للاهلي، سيراميكا كليوباترا وزد وفيوتشر والجونة وفرقة كمان، اي طلع والاتحاد السكندري، اي لاعب بيبقى الاهلي عايزه يدوه، الزمالك طبعا ما بيقدرش يدوه. انت الزمالك الاهلي بيخطف اللعيب رقم واحد واثنين وثلاثة في كل مركز، والاندية التانية ما بتقدرش تديك لعيبة، فالامور صعبة قوي. انا رأيي ان احنا نخش بصفقات تبادلية مع الاهلي، بدل ما يبقى فيه كباري زي اللي عملوها الامام عاشور ومحمود كهربا، وطبعا هم مشهورين بالكباري يعني. فتبقى اقتراح كويس، ويا ريت مجلس إدارة نادي الزمالك مدام حسام عبد المجيد بينكر فضل الزمالك عليه، ومحمد السيد كذلك، وطبعا الأخ زيزو طبعا قبل كده. يعني يا ريت اللي يرتدي تيشيرت الزمالك اللي هو بيحب نادي الزمالك، والزمالك ما فيهاش حاجة اما تشتري من الأهلي وتبيع للأهلي عادي جدا، حتى على الأقل هتوفروا، الأهلي هيوفر الدولارات بتاعته يعني، هيبقى كله بالمصري يعني. وربنا يسهل ان شاء الله وتبقى الامور احسن، بس مثير الفتنه يبطلوا شويه، خصوصا الاخ اللي هبه من السماء في حراسه مرمى منتخب مصر، وهبه من السماء في الاعلام المصري، اللي كان بيدي محاضرات في كليه الاعلام، عجبت لك يا زمان. ربنا يهدي الحال، والسلام عليكم.